لو قلت لك ان الاحساس الصادق الحقيقي بيجي من المعده مش من القلب، هتصدقني؟ ومن هنا سموا الحدس الجت فيلينج. الجت بمعنى المعده او القناه الهضميه او القولون تحديدا يعني. ولتعريفه باختصار مشاعر ايجابيه او سلبيه تجاه حدث او شخص لا تستند لادله ماديه او اسباب منطقيه. يعني بالبلدي كده لما تشوف شخص لاول مره وتحس كده انك ارتحت له لله في لله من غير ما تحصل اي مواقف، او العكس تشوف شخص لاول مره وتحس انك ما ارتحتلوش كده تقول يا اخي مش عارف ليه كده حاسه مش سالك. ايوه حضرتك عرفت منين انه مش سالك وانت ما تعرفوش اصلا يعني. العلماء اكتشفوا بقى ان الحدس او المشاعر الحدسيه مرتبطه بدرجه كبيره جدا جدا بحركه القولون. يعني لما تلاقي نفسك مثلا في موقف انت مبسوط بتلاقي القولون بتاعك مرتاح ومرخي. لما تلاقي نفسك مشدود ومتضايق ومتوتر تلاقي القولون بتاعك حصلت له تقلصات. هل انت شخص بتعتمد على الحدس وانت بتاخد قراراتك ولا بتعتمد على عقلك؟